سلامات مدريديستا، كيف الأخبار؟ طبعا يا جماعة الخير، بعد نهاية امبارح المباراة بين الريال وإشبيليا في ملعب السانتياغو برنابيو، طبعا المباراة كانت صعبة جدا. طبعا التشكيلة مثل ما توقعناها نزلناها حسب صحيفة الآس المدريدية. بقلبي الدفاع لعب هويسن وروديجر. طبعا قلبي الدفاع ما كانوا بالمستوى، يعني تقييمهم تقريبا 5. روديجر سيء جدا، هويسن راجع من الإصابة فما في أي مشكلة، يعني بده وقت. على الأطراف غارسيا ما في حلول، وأسينسيو ما بيلعب طرف، بيلعب بشكل عام بقلب الدفاع. طبعا بخط الوسط الثنائية الغير ناجحة الصراحة بين بيلينغهام وأردا جولير. طبعا بيلينغهام كان نجم المباراة الصراحة، والوحيد اللي كان يلعب، بالإضافة لتيبو كورتوا. وخطي الهجوم الوحيد اللي كان يلعب هو رودريجو. الصراحة رودريجو مستواه عالي جدا، صنع هدفين. وبالتالي يا جماعة الخير فوز مهم بعد الإيقاف الدولي. طبعا يا جماعة الخير هذا فوز كتير مهم، لأنه اليوم برشلونة راح يلعب مباراة صعبة جدا أمام فياريال بالملعب المادريغال. تابعوني يا جماعة الخير، ولايك من كل المدريديستا.